وصفة اليوم حلوة الهلال البسيطة سهلة في التحضير، كتجي هشيشة ولذيذة بزاف. تابعوني باش نوريكم الطريقة خطوة بخطوة. على بركة الله عندنا 250 غرام ديال الزبدة، حرارة المطبخ وشوية لينة باش تسهل معكم، كيس العنبة ديال السكر كلاصي، هاد القبيصة ديال الملحة، غنضيفو نص كاس ديال زيت المائدة، قياس كاس العنبة نص كاس، كيس ديال الفاني، من بعد ما حصلنا على هاد البوماط غنزيدو 2 بيضات، بعد ما حصلنا على هاد الخليط هنا غنزيد 3 المعالق ديال الحليب المجفف. يمكن لكم ديروا هذا الكوك تحمروه تضيفوا منه حتى هو 3 المعالق. انا هنا من بعد ما خلطت المقادير كامله ولات عندي هكا كريميه، وكما شفتوا المكونات ديالها راه بسيطه بزاف في المتناول الجميع. هنا غنزيد الدقيق، هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق اللي غنزيدها على دوفوات. راه ديما دقيق يعني الحلوى ما يمكنش تعطيه العبار ديالو، حيت النوعيه ديال الدقيق كتختلف من دقيق للاخر. المهم نتوما غديروا عينكم ميزانكم. كيس ديال الخميره ديال الحلوى، انا دابا درت 250 غرام، كنقسم ديك 50 غرام على 2 كنزيدها على دوفوات. صافي هنا من بعد ما جمعتها هذيك 500 غرام اللي درت ديال الدقيق راه زدت عليها نص كاس ديال العنبه ديال الدقيق. كما قلت لكم دائما راه الدقيق تختلف من نوعيه لنوعيه، يعني عينكم ميزانكم. وديما الحلوه ديالكم حتى هي غطيوها بلاستيك باش ما تنشفش. وغنشكلوها على شكل هلال. وهنا غنشكلو العجين ديالنا على شكل هلال، نرققوه من الجناب ديالو كما موضح في الفيديو، غنتابعو هكا حتى نكملو العجين كامل. انا بعد ما شكلتها كامله غندخلها للفران اللي سخنته من قبل على درجه 180 درجه من الفوق ومن التحت. هنا من بعد ما طابت ليا الحلوى وخليتها حتى بردات، نص غندهنو بالكونفيتير، وغندير عليه شويه ديال اللوز، يمكنكم ديروا كاوكاو ولا هذا شي يقولوا الكوك تحمروه، والنص الاخر غندير له الشوكولاط غندير له الشوكولاط. غنستمر على هاد العمليه تنسالي الشكل ديالي كامل. هي حلوه بسيطه وسهله، مكوناتها بسيطه. نتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم. مادام وصلتوا الفيديو حتى لهنا نتمنى تشاركوا في قناه سهل وبسيط كل اسبوع باش يوصلكم كل ما هو جديد.